10 أطعمة لو بدي أختارها لصحة أفضل أستمر عليها مدى حياتي راح تكون كالآتي. راح نحكي عن كل واحد ليش أنا شخصيا بختاره. رقم 1 على رأس هذه القائمة البيض. ليش؟ لأنه مليء بالأحماض الأمينية الأساسية اللي جسمنا بحاجة إلها. بالإضافة البيض فيه أنواع مختلفة من الدهون، منها الدهون الأحادية غير المشبعة اللي بتحمي القلب، وكمية معتدلة من الدهون المشبعة، وكمان غني بالكولين اللي بيدعم صحة الدماغ، واللوتين، وواحد من أقوى مضادات الأكسدة الكاروتينويد. رقم 2 اللحم البقري المفروم. مفروم لسهولة استعماله في كثير أشياء، ولكن ليش اللحم البقري؟ لأنه زي الفيتامينات المتعددة بيحتوي على مجموعة واسعة من فيتامينات بي، معادن، حديد، وبعض الناس بفضلوا كبدة البقر لأنه غني بمغذيات لسه أكتر، بس أنا شخصيا بفضل اللحمة لأنها أسهل وممكن تحضر في كتير وصفات. كمان بيحتوي على الكولاجين اللي هو مهم لصحة الأنسجة الضامة، والدراسات بتشير أنه عدم تناول الكولاجين ممكن يقلل من إنتاج بروتين الكولاجين في الجسم، وهذا بيأثر على الأربطة والأنسجة. رقم 3 الكريمة الثقيلة أو الهيفي كريم. ليش؟ تعطيني سعرات حرارية كافية من الدهون، فيها أحماض دهنية مفيدة زي حمض الميرستيك والسي ال اي، والأبحاث الحديثة بتبرز أهمية حمض السي 15 واللي ممكن يكون ناقص في نظامنا الغذائي. بالإضافة لذلك إنه الكريمة الثقيلة طعمها لذيذ، وهذا بيساعدني إنه أحطها على بعض الأشياء وأستمتع في طعامي. رقم 4 العسل. هو مصدر طبيعي للكربوهيدرات ومحلي طبيعي. العسل مش بس سكر، هو بيوفر فوائد أيضية، وكمان هو مضاد للميكروبات بسبب محتواه من بيروكسيد الهيدروجين، وهذا بيساعد على شفاء الجروح. ولو احتجت طاقة سريعة أو علاج طبيعي، العسل راح يكون الخيار الأول. رقم 5 البروكلي، لأنه البروكلي بتميز بمحتوى عالي من السلفورافين، واحد من أقوى مضادات الأكسدة، على الرغم من أنه بيحتوي على أكسالات ممكن تتراكم في الكلى، إلا أنه فوائده بتفوق هاي المخاطر. السلفورافين بدعم عمليات إزالة السموم في الجسم وبيعزز الصحة العامة. رقم 6 الزبادي اليوناني. هلا الزبادي اليوناني بيوفر بروتين سهل الهضم وبكتيريا نافعة لدعم صحة الأمعاء، فلو صار لك أي مشكلة في أمعائك وبدك تعزز جهازك الهضمي، البروبايوتيك الموجود في الزبادي راح يساعدك على هذا الشيء. رقم 7 الشاي الأخضر. هلا الشاي الأخضر مليء بمضادات الأكسدة زي الكاتايكين وحمض الكلوروجينيك. الدراسات بيّنت إنه استهلاك الشاي الأخضر مرتبط بطول العمر، وبيعطيك دفعة من الكافيين بدون ما يشعرك بالتوتر، ويدعم التركيز والانتباه. 8 الأفوكادو. الأفوكادو مصدر ممتاز للدهون الأحادية غير المشبعة، مشابه لزيت الزيتون، لكنه بوفر كمان ألياف ومضادات أكسدة إضافية، وقشرته الطبيعية بتحميه من التأكسد، وممكن يكون إضافة متعددة لاستخدامات كثيرة في الوجبات. رقم 9 السردين والماكريل. هاي الأسماك الدهنية غنية بالأوميجا 3 واللي بتدعم صحة الدماغ وسيولة أغشية الخلايا. بالإضافة هي مصدر الفيتامين د والكولاجين من العظام والجلد. رقم 10 البطاطا الحلوة البنفسجية. هاي البطاطا غنية بالأنثوسيانين، مضاد أكسدة قوي بيدعم صحة الدماغ، وهي منخفضة في المؤشر الجليسيمي، وبتوفر ألياف، وبتساعد على الشعور بالشبع، وبتدعم الهضم، ومصدر طاقة لأنها كربوهيدرات. فهاي الأطعمة ال10 مش بس للبقاء، هاي لدعم صحة ويكون عندك صحة أفضل. طبعا كل نوع من هاي الأغذية له بدائل، ولكن هاي اختياراتي، فاحكونا شو ممكن تكون اختياراتكم أنتم، وإذا حابين نساعدكم في سوبر هيومن ببرنامج غذائي وتمريني يوصلك لأهدافك، ابعث كلمة سوبر أو شوف اللينك الموجود عندنا في البايو. سلام.